السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهاردة مشروب حلو جدا ومغذي وكمان بيدفي جدا جدا في الشتاء، وهي البليلة. بنجيب القمح من عند اي عطار، نقول له عايزين قمح البليلة. نقعته قبليها بيوم، لازم تنقعيه فترة مش اقل من 12 ساعة، يا ريت يكون اكتر كمان، يعني قبليها بيوم يبقى حلو جدا، علشان هي بتاخد وقت في التسوية، ولما ننقعها فترة طويلة مش هتاخد وقت منك خالص في التسوية. وننقعها في ميه سخنه، مش ميه ساقعه، الميه السخنه ونغير عليها كده على مدار اليوم مرتين تلاتة لحد ما الحبايه كده تلاقيها اضطرت معاكي. نقعت حطيت ميه مغليه بتغلي على النار، وطبعا البليله بتكون متصفيه كويس جدا، وهنزل فيها البليله. الميه دي كانت بتغلي، اول ما طبعا ما بنحط عليها الحاجه ساقعه فبتبطل غليان. دلوقتي هي لما غليت خلاص دخلت في سوا شويه، هتلاقوا بدأت كده ايه القمح تتفتح. حطيت عليها 3 معالق رز مغسولين، بيدي طعم حلو جدا وكمان بيديها قوام وتقل. دلوقتي بصوا البليله دلوقتي كل حبايه اتفتحت كده، فمعناته ان هي خلاص دخلت في تسويه. السكر ده بقى بالنسبه لكم، يعني اللي عايز يزود سكر اكتر من كده، انا حطيت حوالي 6 معالق كبار من السكر. لو عايزين تحطوا اكتر براحتكم. معايا كيلو من اللبن حطيته كده بالوش بتاعه، ولازم يكون اللبن كمان ما تحطوهوش ساقع وهي البليله بتغلي، لازم نحطه برضو واللبن يكون سخن. انا ما بحطش اللبن غير لما القمح يكون استوى تماما، والرز كمان. بعد كده ياخد غلوتين كده ونحط الفانيليا، وبعد كده خلاص نغرب بقى في الاطباق بتاعتنا. مشروب حلو جدا ومغذي ومفيش ألذ من كده بصراحة. لو عجبتكم الوصفة ياريت تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.